Bilirdim. Yani nereye gittiler bilen biri yok mudur? Sanmıyorum. Burada kimse... Bu konuştuklarımız burada kalacak. Çünkü bunlar hem şirketimde Kalkalım. Niye be? Bir fiyatlara bak anne. izin vermem. Ne bekliyorsun? Şirketler grubu tarafından lise eğitim hayatının sonuna kadar burs sağlandığını bildiririz. Merak etme. Ayrıca desteğe ihtiyacı olan ergenlerin anlık şiddete تقف ليلى متجمدة أمام أنقاض ذلك المنزل المحترق وعيناها تتساعان بذهول لا يوصف بينما تتردد كلمات أراس في أذنيها كالصدى لا ينتهي. أنا من أشعل هذا الحريق يا ليلى، أنا من دمرت حياتك. في تلك اللحظة يبدو وكأن الزمن قد توقف تماماً وتتلاشى أصوات الرياح التي تضرب جدران المنزل المتفحمة لتترك المجال فقط لصوت أنفاس ليلى المضطربة. لا تستطيع استيعاب الصدمة. الشاب الذي وثقت به والذي شاركها آلام الماضي ووقف إلى جانبها هو نفسه السبب في كل تلك الندوب التي تحملها على جسدها وفي روحها. تتراجع ليلى ببطء إلى الخلف وتهز رأسها نفياً وكأنها ترفض تصديق الواقع بينما يحاول أراس الاقتراب منها ووجهه مغطى بدموع الندم والحسرة. يمد يده إليها متغسلاً أن تستمع إليه، أن تفهم أن ما حدث كان خطأ طفولياً كارثياً لم يقصده أبداً. لكن ليلى تصرخ في وجهه بصوت يمزق صمت الليل، تصرخ بكل الألم الذي كتمته لسنوات وتستدير لتركض بعيداً في الظلام تاركة أراس منهاراً على ركبتيه أمام رماد ماضيه الذي لا يزال يحترق. في هذه الأثناء وبعيداً عن هذا المشهد المأساوي تعيش شبنم أكايا ليلة لا تقل رعباً وتوتراً. في قصرها الفاخر تجلس شبناً في مكتبها المظلم وتراقب شاشات المراقبة بقلق بالغ. إنها تعلم جيداً أن إخفاءها لسرحات لم يعد سراً آمناً وأن رجال العصابة الذين يطالبون بديون القمار وحصص الفندق يقتربون أكثر من أي وقت مضى. وفجأة تنقطع الكهرباء عن القصر بأكمله وتدوي أصوات تحطم الزجاج من الطابق السفلي. تنتفض شبناً من مكانها وتسرع نحو الغرفة السرية التي تخفي فيها سرحات. تجده يرتجف في كرسيه المتحرك وعيناه تعبران عن رعب خالص. تحاول شبناً طمانته لكنها تدرك أن الوقت قد حنفذ. تقوم بسحب مسدس من درج مكتبها وتستعد لمواجهة المقتحمين، محاولة في الوقت نفسه الاتصال برجال أمنها لكن إشارة الهاتف مقطوعة. هذا الهجوم لا يهدد حياتها وحياة سرحات حسب، بل يهدد بكشف كل الأسرار التي سعت لسنوات لدفنها، بما في ذلك السر الأكبر المتعلق بليلة الحريق وعلاقتها الحقيقية بعائلة آراس. على الجانب الآخر من المدينة لا يتوقف بارش عن البحث في ملفات الحواسيب المظلمة وسجلات المستشفيات القديمة، محاولاً إيجاد أي خيط يربط بين الطبيبة النفسية سمجة كاليليتش والطفل دمير الذي اختفى بعد الحريق. يكتشف بارش تفصيلاً صادماً لم يكن في الحسبان. تقرير طبي قديم يحمل توقيع الدكتورة سمجة يشير إلى أن الطفل الذي تم علاجه من صدمة الحريق لم يتم إرساله إلى دار الأيتام كما كان يعتقد، بل تم تبنيه بشكل سري وغير قانوني من قبل عائلة ثرية ذات نفوذ واسع في بودروم. تتسارع ضربات قلب بارش وهو يطابق تواريخ التبني وسجلات عائلة أكايا. الصدمة الكبرى تضربه كالصاعقة. هل يعقل أن يكون تيومان الابن المضطرب لشبنم هو في الحقيقة دمير شقيق أراس؟ كل الدلائل تشير إلى ذلك. نوبات الغضب المتكررة، الرهاب مستتر، وحرص شبنم المهووس على إبقائه تحت إشراف الدكتورة سمجة بالذات لضمان عدم استعادته لذكريات الحريق المروعة التي محيت من عقله الباطن. يصل أراس إلى ورشة بارش وهو في أسوأ حالاته النفسية بعد فقدانه لليلى. يجد صديقه متسمراً أمام شاشة الحاسوب ووجهه شاحب كالموتى. عندما يخبر بارش أراس باكتشافه المرعب يتحول حزن أراس إلى غضب أعمى وعاصفة من التساؤلات التي لا ترحم. يدرك أراس أن شبنم لم تكن مجرد سيدة أعمال تحمي مصالحها، بل هي المرأة التي سرقت شقيقه ومسحت هويته وحولته إلى شاب مضطرب يعيش في كذبة كبيرة. يقرر أراس ألا ينتظر دقيقة واحدة إضافية وينطلق بسيارته بأقصى سرعة نحو عيادة الدكتورة سمجة، مصمماً على انتزاع الحقيقة منها بالقوة إن لزم الأمر. يقتحم العيادة في وقت متأخر من الليل ليجد سمجة ترتب ملفاتها استعداداً للهروب وكأنها كانت تعلم أن هذه اللحظة قادمة. يحاصرها أراس ويسألها بنبرة تهديد لا تقبل المراوغة عن هوية تيومان الحقيقية. تنهار سمجة تحت الضغط وتعترف باكية بأن شبنم أجبرتها قبل سنوات طويلة على استخدام التنويم المغناطيسي وجلسات الصدمة لمسح ذكريات الطفل دمير وأقناعه بأنه تيومان ابن شبنم الذي توفي في حادث مأساوي في نفس الفترة، وذلك لتعويض خسارتها ولإخفاء تورط زوج شبنم الراحل في الحريق الذي دمر منزل سرحات.
تتداخل الأحداث بشكل جنوني عندما يصل أراس إلى قصر عائلة أكايا ليجده محاصرا برجال العصابة الذين تمكنوا من اقتحام الأسوار. في هذه اللحظة لا يفكر أراس في الانتقام من شبنم، بل في إنقاذ شقيقه تيومان بمير من الموت المحتم. يقتحم أراس القصر وسط إطلاق النار، ويجد تيومان في حالة ذعر هستيري محاصرا في غرفته، والنيران تبدأ في الاشتعال في أرجاء القصر بسبب الفوضى. تعيد هذه النيران إلى تيومان ومضمات من ذكريات الحريق القديم، فيسقط على الأرض ممسكا برأسه وهو يصرخ. يصل أراس إليه ويضمه بقوة، هامسا في أذنه وسط الدخان: أنا هنا يا أخي، أنا أراس، ولن أتركك تحترق مرة أخرى. في تلك اللحظة تظهر ليلى بشكل مفاجئ بعد أن قادتها شكوكها وخوفها على أراس إلى القصر. تقف ليلى لتشهد هذا العناق الذي يمزق القلوب، وتدرك أن قدرهم جميعا مرتبط بهذه النيران التي دمرتهم صغارا وتجمعهم الآن من جديد. فهل ستتمكن ليلى من مسامحة أراس بعد أن رأت تضحيته لإنقاذ شقيقه؟ وما الذي ستفعله شبنم عندما تكتشف أن سرها الأعظم قد كشف وسط هذه الفوضى العارمة؟ يقف أراس متجمداً كأنما صاعقة قد ضربت كيانه وسط أنقاض ذلك المنزل المحترق والمهجور في بودروم، بينما تتردد كلمات اعترافه المرعبة في صدى الفراغ وتستقر في أعماق روحه دون أن تجد لها مخرجاً، لتتطاير ذرات الرماد القديم حوله وكأنها أرواح تنتقم لسنوات من الصمت والوجع. ليلى تقف أمامه وقد جحظت عيناها ذعراً وذهولاً، وشفتاها ترتجفان عاجزتين عن النطق، فكل مفردات العالم تتلاشى أمام هول الحقيقة التي سقطت عليها كحجر من سجيل. الشاب الذي شاركها همومها والتي ظنت لغصصات قلبه أنها وحدها في هذا العالم الموحش هو ذاته الشخص الذي تسبب في تشويه جسدها وروحها بيدي طفل طائش في ليلة شؤم قديمة. تتراجع ليلى إلى الخلف بخطوات بطيئة ومتعثرة كمن يفر من كابوس حي، وتطلق صرخة مكتومة وموجعة تمزق سكون الليل المظلم، لتدير ظهرها فجأة وتطلق سراح دموعها وهي تركض بجنون في الظلام حالكة السواد، تاركة أراس ساقطا على ركبتيه فوق التراب المحروق يندب حظه ويلعن اللحظة التي تنفس فيها الحياة، بينما يعلو صوت أنفاسه المتقطعة وكأنها طعنات في صدره، لتغرق الشاشة في صمت قاتل ينذر بانهيار تام لكل ما كان يربط بين الاثنين. وفي الوقت ذاته على بعد أميال قليلة في قصر عائلة أكايا الفاخر كانت الأجواء تشتعل ببرود قارس ينبئ بحدوث كارثة وشيكة. شبنم أكايا، تلك المرأة التي اعتادت الإمساك بجميع خيوط اللعبة الحديدية، تجلس في مكتبها المظلم وتهز ساقها بقلق عارم وهي تراقب شاشات المراقبة الداخلية التي تنقل حركة محيط القصر، حيث تقترب عاصفة الانتقام بخطى ثابتة ومخيفة. فجأة وبدون مقدمات ينقطع التيار الكهربائي عن القصر بأسره لتغرق أجزاؤه في ظلام دامس ومهيب، تليه مباشرة دوي طلقة خفيفة أو صوت تحطم زجاج نافذة قريبة من الطابق السفلي. تنتفض شبنم من مقعدها كالمضروبة بصوت وتفتح درج مكتبها بلهفة لتستل مسدسها الشخصي بحرفية بالغة، ثم تهرع بخطوات سريعة نحو الغرفة السرية المخبأة خلف الرفوف الخشبية الثقيلة، حيث تحتجز سرحات لحمايته وحماية أسرارها. تفتح الباب لتجد سرحات جالسا على كرسيه المتحرك يرتجف رعبا وعيناه تصرخان خوفا، فتحاول طمانته بصوت خافت وحازم رغم أن قلبها يكاد ينفد من مكانه، مدركة أن رجال العصابات الذين استهدفوا تحويضم أموال القمار وحصص الفندق قد وصلوا أخيرا ليحصدوا رؤوس الجميع ويفضحوا ماضيها الأسود الذي حاولت طمسه بالدم والنفوذ طوال تلك السنوات السمان. وعلى الجانب الآخر من المدينة وفي ورشة باريش المتواضعة التي تحولت إلى خلية نحل رقمية، كان باريش يحدق في شاشة حاسوبه بعينين محمرتين من التعب والإرهاق، منقبا في أرشيف القضايا الجنائية والطب النفسي القديم دون أن يرف له جفن. وفجأة تقع عيناه على مستند طبي منسس ومؤشف بعناية فائقة يعود تاريخه إلى أيام الحريق الكبير، وعليه توقيع الدكتورة سامي جاكيليتش. يقفز باريش من مقعده بذهول تام وهو يقرأ تفاصيل التقرير الذي يؤكد أن الطفل الصغير دمير الذي أخرج من الحريق لم يذهب إلى ملجأ أو دار أيتام كما تشير السجلات الرسمية المزيفة، بل تم تبنيه سرا وعبر صفقات مظلمة من قبل عائلة ثرية ونافذة جدا في المنطقة. ومع تسارع نبضات قلبه يقوم باريش بمطابقة التواريخ بدقة مذهلة ليكتشف الصدمة الكبرى التي تقلب موازين الكون رأسا على عقب. إن الطفل دمير هو نفسه تيومان، ابن شبنم أكايا المضطرس نفسيا، والتي تعاملته شبنم طوال حياته بقسوة وحرس برضي غريب، عازلة إياه عن العالم ومخضعة إياه لجلسات تنويم مغناطيسي مستمرة عند نفس الطبيبة لضمان عدم استعادته لأي ذكرى من طفولته الأولى الحقيقية قبل تلك النيران التي دمرت كل شيء. وما إن يقتحم أراس الورشة كالمجنون باحثا عن باريش، وفي عينين نظرة يائسة وضائعة بعد فرار ليلى منه، حتى يتلقى هذه الصدمة الجديدة التي تضاعف
يضاعف جنونه 1000 مرة. ينظر أراس إلى شاشة الحاسوب ببلادة تسبق العاصفة، وما إن يدرك أن شقيقه الأصغر دمير الذي تبحث عنه روحه ليل نهار هو نفسه تيومان، ولد أعدائه وألد خصومه، حتى يتحول حزنه وانكساره إلى غضب شيطاني أعمى لا يمكن لأي قوة في الكون إيقافه. يدرك أراس حينها أن شبنم أكايا لم تكن مجرد سيدة مجتمع تحمي مصالحها الاستثمارية، بل هي الوحش الحقيقي الذي سرق طفولة أخيه ومسح هويته وحوله إلى شخصية مهزوزة تعيش في كذبة أبدية صناعتها هي. يندفع أراس خارج الورشة كالسهم، ملقيا بنفسه داخل سيارته، ويضغط على دواسة الوقود بأقصى طاقة ممكنة، منطلقا نحو عيادة الدكتورة ساميجا كيليتش في منتصف الليل، متوعدا إياها بحرق الأخضر واليابس إن لم تمنحه الحقيقة كاملة ودون أي مواربة أو كذب جديد. يقتحم أراس باب العيادة الطبية بقوة هائلة، تصدم الأبواب بالحوائط ليجد الدكتورة ساميجا تقف مرتبكة بجانب مكتبها، وهي تحزم بعض الملفات في حقيبة يدها استعدادا للفرار الطارئ، وكأن حاسة سادسة أنذرتها بأن الطوفان قادم لا محالة. يقبض أراس الياقفة معطفها بكل قسوة ويدفعها نحو الحائط، صارعه بأسئلة مرعبة وتهديدات بالموت الفوري إن لم تفتح خزينتها وتنطق بما تعرفه عن هوية تيومان الحقيقية. تنهل مقاومة الدكتورة ساميجا تحت وطأة رعبها الحقيقي، وتجهش بالبكاء متوسلة إياه أن يخفف قبضته عنها، قبل أن تعترف بصوت منهار بأن شبنم أكايا أجبرتها قبل سنوات طويلة وتهدبتها بمستقبلها وسلامتها لإجراء جلسات مكثفة ومسح كامل لذاكرة الصبي دمير، وإقناعه بأنه تيومان ابن الحقيقي الذي مات طفلا في حادثة مشابهة، وذلك لتغطية جرائم عائلة أكايا وتورط زوج شبنم الراحل في التستر على آثار ذلك الحريق القديم الذي دمر حياة عائلة أراس من أساسها. وفي هذه اللحظة بالذات تتصاعد وتيرة الأحداث وتتداخل الخيوط بشكل جنوني، عندما تصل أنباء عاجلة ومكالمات متقطعة إلى هاتف باريش تفيد بأن قصر عائلة أكايا يتعرض لهجوم مسلح عنيف وخطير من قبل رجال العصابات الذين يحاصرون المكان بالكامل ويريدون تصفية الحسابات القديمة والجديدة مع سرحات وشبنم على حد سواء. لا يتردد أراس ولا حتى لثانية واحدة، فرغم معرفته بأن تيومان هو شقيقه الذي يعيش في كذبة شبنم، ورغم كراهيته المطلقة لتلك العائلة، إلا أن حدم الدم ورغبة حماية أخيه تدفعه للاندفاع نحو القصر المشتعل، وكأن الجحيم تفتحت أبوابها. يصل أراس إلى محيط القصر ليجد النيران قد بدأت تلتهم الأجزاء الخارجية منه جراء إطلاق القنابل الدخانية والنارية من قبل المهاجمين، فيتجاوز الحواجز الأمنية بقفزة جريئة ويقتحم الباب الرئيسي للقصر وسط دوي الرصاص المتكاتف وانبعاث الغازات الخانقة في كل زاوية. في الداخل وسط الفوضى العارمة والذهان المسيطر على المكان، يقبع تيومان في غرفته العلوية وحيدا، وقد تملكه رعب هستيري مدمر إثر انقطاع الكهرباء وأصوات إطلاق النار التي أيقظت في داخله كوابيس الطفولة الدفينة. تبدأ ومضات نارية سريعة ومشاهد ضبابية من حريق الطفولة القديم تتلاطم في عقله الباطن كالأمراج العاتية، فيصرخ بجنون وهو يمسك برأسه بيديه ويهوي على الأرض متخبطا من شدة الألم والهلوسة، بينما تبدأ ألسنة اللهب الحقيقية تتسرب إلى أثاث الغرفة من الخارج. في تلك اللحظة الحرجة ينكسر باب الغرفة بعنف ليظهر أراس أمامه وسط الدخان الكثيف، فينظر إليه تيومان بعينين تائهتين وممتلئتين بالرعب، دون أن يدرك أنه ينظر إلى شقيقه الحقيقي الذي يبحث عنه منذ طفولته. يقترب أراس بخطوات متسرعة ويلهث من التعب، ويركع بجانب تيومان محتضنا إياه بقوة بالغة رغم مقاومة الشاب الهستيرية، ليهمس في أذنه بنبرة دافئة تخترق قلبه المرتجف وسط جحيم النيران: أنا هنا يا أخي، أنا أراس، ولن أتركك تحترق مرة أخرى أبدا. انتهى الكابوس. ولا تقف المفاجآت عند هذا الحد، فبينما تتصاعد ألسنة اللهب وتلتهم ستائر الغرفة، تقتحم ليلى القصر عبر نافذة جانبية بعد أن دفعها قلقها العميق وخوفها على مصير أراس لتتبع خطواته رغم جرحه العاطفي العميق. تصل ليلى إلى عتبة الغرفة العلوية لتتسمر في مكانها وتصعق برؤية المشهد بأكمله. أراس يحتضن تيومان بحماية بالغة، وشبنم تقف غير بعيد عنهما مذهولة ومصدومة لرؤية أراس يعرف السر الخطير ويهدد بانتزاع ابنها منها نهائيا، بينما يتردد صدى صفارات الشرطة والإسعاف وهي تقترب من محيط القصر بسرعة جنونية لتطوي المكان بحصار أمني شامل. تقف ليلى عاجزة عن الكلام وتدرك بوضوح تام أن دماء الماضي والنيران التي ربطت بين مصائرهم جميعا لا يمكن الهروب منها مهما حاولوا، وأن المواجهة الكبرى بين أراس وشبنم قد بدأت بالفعل ولن تنتهي إلا بانهيار الإمبراطورية التي بنيت على الأكاذيب والدم. فكيف ستتعامل شبنم مع هذا السقوط المدوي بعد انكشاف زيف هوية تيومان أمام الجميع؟ وهل ستقبل ليلى العودة إلى جانب أراس بعد أن رأت عمق تضحيته لإنقاذ أخيه وسط لهيب النار والموت؟